اولا ينفع ان انت تعدل اقامتك طالما دخلت بطريقه قانونيه والفيزا عندك على الجواز، يعني ما تكونش بدلت الجواز، الفيزا على الجواز اللي حضرتك دخلت بيه مالطا. الحاجه الثانيه ان انت ما تكونش الفيزا دي انتهت اكتر من 3 سنوات، يعني احنا في 2025 المفروض ان الفيزا اللي تكون معاك تكون مثلا في 2023. في 2024 كنا برضو بنقول للناس قبلها ب3 سنوات 21 22، والفيديوهات عندكم وتشهد وناس خدتها وكانت الفيزا بتاعتها منتهيه. المهم ان انت بتكون دخلت بطريقه قانونيه. في ناس بتقول لك انت لازم تخش وتثبت ان انت يكون عندك انترادا ليجل في البرتغال، صح، انما في حاجه تانية برضو بتتعمل، ماشي، انا بحكم بقى شغلي، ماشي، انا مش هقدر اقول عليها لان دي شغل محاميين، ولكن انت في حاجه بتدفع للدوله وبيكون ليها بديل. تفاصيل واسرار شغلي انا مش هطلع اديها لحد، لكن اللي بياخدها مين؟ مش الناس. يا ريت اللي بياخدها الناس، والله العظيم الوقت اللي بياخدها الناس اللي بتشتغل في الاوراق، الناس اللي بتشتغل في او عندها شغل في نفس المجال، وده حقي. ولكن اللي انا اقدر اقوله لك اهم حاجه ان الفيزا دي ما تكونش انتهت عدى عليها 3 سنوات. يعني كان عندنا في ناس قدمت عن طريق التكوين المهني وعدلت وضعها، وكانت الفيزا منتهيه سنه 21 و22 تمام و23 وخدت اقامات، والفيديوهات عندك على التيك توك وعلى اليوتيوب. وانا مش متهيألي يعني مش هأجر الناس ديت او ان انا مثلا هقول لهم اطلعوا قولوا كلام ما حصلش، لا، ده مطلعين بوشوشهم ومطلعين الاقامه ومطلعين كل حاجه. ولكن انا بس بعرفك وبعرف غيرك ان في حاجه بتتعمل، بس المهم تكون دخلت بطريقه قانونيه والفيزا ما عداش عليها 3 سنوات. 4 سنين لا، دخلت الاتحاد الاوروبي بطريقه قانونيه. دي كانت يعني حاجه لمعلوماتكم عشان خاطر في ناس بتشكك. وعلى فكره في فيديو قريب جدا خلال الاسبوع ده او خلال ال10 ايام دول لشخص برضو الفيزا بتاعته كانت منتهيه من 2022، وان شاء الله هنستلم كارت الاقامه قريب. هو وصل ولكن احنا مستنيين، وهيطلع برضو وهيقول، وهنطلع ونعرف الناس عشان الناس اللي هي بتشكك في كلامنا وبتقول لا ما ينفعش، ينفع. ولكن كل حاجه ادي العيش لخبازه. انت ما بتعرفش ايه الحاجات اللي انت تعرف تعملها عشان خاطر تقدر ان انت تخلي الراجل ده قانوني حتى لو هو ما جاش البرتغال. ده بقى مشكلتك انت. لكن احنا لما بندي معلومات بندي للناس عشان نقدر نساعدهم، اللي ما معهوش فلوس، اللي ما بيقدرش يتعامل مع حد. لو معاك فيزا سارية تعالى، واحنا طلعنا قلنا الكلام ده، وخش فندق او طلع الانترادا ليجل من اي هوستل او اي فندق تثبت ان انت جيت البرتغال ويكون معاك تذاكر السفر. ده لما انت تعمل شغل لنفسك. انما لما تروح لمحامي، معلش كل محامي بقى وليه شغل. فاحنا لما بنروح لمحامي او بنتعامل مع محامي او المحامي اللي هو خاص بالشركه وبنتعامل معاه، الراجل ده في حاجات هو بتختلف عن محامي تاني. فانت لما تروح لمحامي بتلاقي محامي ب100 يورو وبتلاقي محامي ب1000 يورو بس. فالمحامي اللي غالي بيقدر ان هو يشوف لك حلول وبطريقه قانونيه. تحياتي للجميع، السلام عليكم. وعليكم السلام.